تعالوا سريعا كده هعرفكم على اسلام اللي خلص كليه تجاره وقرر يعمل مشروع جامد جدا. وقبل ما تعرف ان هو بيعمل ايه، عايز اقول لك ان الراجل ده اشتغل في مطاعم كتير وفنادق كتير جدا جدا جدا، وقرر ان هو يفتح مشروع كريب زي ما انت شايف كده بس بطريقه مختلفه خالص. واللي انت شايفه قدامك ده هو ده اللي بينزل للناس بالظبط. وصدقني يا عزيزي وما تراجعش ورايا، ده احلى كريب ممكن تاكله في حياتك. هتقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان الراجل ده بيعمل كريبات مش هتلاقيها بره، ومش بس كده، ده عنده اكتر من 100 نوع كريب غير اللي انت ممكن تشوفهم بره. فاعتقد كده ان جمهوريه خالد فينا هتتدلع، يعني هتتدلع. واحلى حاجه في المكان ده بقى ان جنب البيت في مبروز محرم بيه. وصدقني يا عزيزي ده اكبر كريب ممكن تشوفه في اسكندريه. وطبعا انتوا عارفين ان هيدا اهم حاجه عندها الاكل، شافت الاكل من هنا وعينك ما تشوف النور من هنا. وانواع الكريب اللي عنده كريب جبن وكريب فراخ وبيف وحلو، واحنا جبنا 3 كريب كل واحد مختلف عن التاني. وقبل ما نخش في اي تفاصيل كده واحكي لك عنهم، الراجل ده هو اللي بيعمل الصوصات من طقطقه للسلام عليكم. هتقول لي يعني ايه يا عم خالد؟ اقول لك كل صوص محطوط على الكريب ده هو اللي عامله. بالمناسبه كده نسيت اقول لك ان كل الاسعار بتاعته في متناول الجميع. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك اغلى كريب عنده مش هيعدي ال 100 جنيه. نيجي بقى للسوشي بوسي لوسي، ودي فوتوتشيني متغرقه بالفاكهه بالشوكولاته. اما ده بقى باين من عنوانه سوشي كريب. ايوه افتكر كده في اول فيديو قلت لك ان الراجل